كرتون يبان إنه عادي جدا، اسمه حديقة المرح، واللي تم عرضه في 19/3/2007. بتحكي القصة عن مكان جميل جدا في خيال الطفل، فيه شخصية كرتونية لطيفة وبتحب اللعب والمرح والضحك، في حديقة مليانة بالموسيقى والألوان اللي بتخاطب الطفل في فترة قبل النوم. الكرتون عبارة عن دمى بتلعب وتغني ويهتموا ببعضهم وياخدوا الطفل في رحلة خيالية تساعده إنه ينام. بس ده مش مجرد كرتون للأطفال، ده الكاتب وصفه بإنه كتاب بياخد الطفل لعالم بين الخيال والواقع. يا ترى إيه سر اهتمام الكبار بيه والأسئلة اللي كل ما حد بيتفرج عليه بتجيله، وده بيظهر الجانب المظلم منه. وفي أسئلة زي سر الصابونة بتاعت نظيف اللي معاه طول الوقت، الطيور الغريبة اللي بتغني، وأهم سؤال، ليه جوجو بينام في مركب في البحر ما بينامش في بيته زي أصحابه؟ كمان ايه العصير اللي الدمى المضحكة دايما بتشربه، وليه الدمى الزرقاء ظهورها نادر، وأسئلة تانية كتير. قبل ما نبدأ، لايك للفيديو واشتراك وكومنت رأيك فيه، وجهز مشروبك وبسم الله يلا نبدأ. بتبدأ الحلقة بنوم جوجو في مركب صغير وسط البحر، علشان كل يوم يحلم حلم جديد. الأحلام دي جوجو كان من عيلة مكونة من أب وأم وابنهم. جوجو كان ابنهم الوحيد زي ما قلتلكم، بس كان حظه وحش لأنه اتولد في عيلة مدمنة للمخدرات والكحول، لدرجة إنهم كانوا منعزلين جدا عن الواقع، وهو كان مسكين بيشوف أهله كده طول الوقت وهو في سن صغير، وكان بيعاني من عصبية أهله المفرطة وإهمالهم ليه. وجوجو كان وحيد طول الوقت، كان بيبقى سعيد لما بيروح الحضانة عشان يلعب ويضحك مع صحابه، وكان متعلق بيهم جدا. جوجو كان دايما بياخد بطانية حمراء وهو رايح الحضانة، كان بيلعب مع صاحبته اللي كان متعلق بيها جدا واللي هي رايحة. كان هناك في راجل عجوز بيجي يحكي لهم قصص ممتعة، جوجو كان بيعشقها، وكمان هو الطفل المفضل للعجوز ده ما بين صحابه كله. كان العجوز ده مصدر الدفء والأمان لجوجو اللي بيفتقده لما بيرجع البيت ويسيبه عشان يقضي أسوأ أوقات حياته مع أبوه. في يوم من الأيام الأب خد جوجو وركب بالعربية ومشي للحضانة زي كل يوم، بس الأب غير الطريق. بعد شوية جوجو حس إن الطريق طول حبتين، بص من الشباك لاحظ إن ده مش الطريق اللي هما بيمشوا منه كل يوم. بص جوجو لوالده وكان عايز يسأله احنا رايحين فين، ولكن نظرات الأب كانت مرعبة وفيها غضب للولد. اختار جوجو إنه يسكت وفضل مستني اللحظة اللي يوصل فيها للحضانة ويقابل صحابه. من طول الطريق خد البطانية الحمراء ونام نوم عميق لوقت الغروب. هو نايم بدأ يسمع صوت الأمواج وصوت البحر ده اللي احنا كلنا عارفينه. كان حاسس بشعور غريب وبدأ يسأل نفسه أنا فين وليه بابا جايبني هنا. الأب فتح باب العربية وطلب منه إنه ينزل، وفعلا جوجو نزل من العربية. وكمان الجو كان برد شوية حبتين، وجوجو كان لابس ملابس خفيفة بالنسبة للجو ده. سأل جوجو والده احنا ليه هنا وبنعمل ايه؟ الأب مرضيش يرد عليه، ده بالعكس فضل يبصله نظرات غريبة، ومسك ابنه وشاله وكتم صوته ومشي بيه في اتجاه البحر. جوجو كان خايف وبيعيط لحد ما تعب ونام، والأب قرر يرميه في مركب خشب قديم حطه فيه وزق المركب في البحر ومشي. صحي من النوم وفتح عينه في نص الليل، شاف النجوم في السماء وحس ببرد. على ما بدأ يستوعب لقى نفسه وحيد في مركب مع بطانية الحمراء. فضل مكانه مش عارف يتصرف ازاي، والبرد كان شديد عليه. من كتر التعب كان بيروح في النوم كل شوية، وهكذا على مدار الأيام. وفي يوم صحي من شدة البرد، نام تاني زي ما قلتلكوا لحد ما جسمه تحول للون الأزرق من كتر البرد. فضل لوحده في البحر مع بطانيته الحمراء، والمركب بيتعمق أكتر في البحر، وجوجو كان بيتعذب كل يوم من البرد. لحد ما في يوم غمض عينه في هدوء عشان يعيش ويحلم آخر حلم في حياته، وبدأ يفكر في أصدقائه والحضانة والراجل العجوز اللي كان دايما بيشعر بالأمان في وجوده، واللي جاله في حلمه الأخير عشان يودعه ويقوله هناك